النهارده جايبالك تتبيله تجنن للفراخ، وعايزه اقولك لو عملتيها هتدعي لي عليها. هتجيبي بقى دبابيس فراخ غسلينها كويس جدا وشايلين الجلد منها، واعملي بقى فيها فتحات بالشكل ده. خلصي كل الكميه. عندك زبادي تمام، ما عندكيش كوبايه لبن عليها معلقه خل. بوله بقى وهننزل بقى فيها بكوبايه الزبادي، معلقه من صلصه الطماطم، وابدا اقلب المكونات دي كويس. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا، عباره عن بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر 7 بهارات، وعندنا بابريكا مدخنه وتوم باودر وبصل باودر. قلبي بقى كل المكونات دي كويس جدا، وغلغلي بقى الفراخ بالتتبيله بتاعتنا دي 10 دقايق بس لحد ما نحضر بقيه المكونات. عندنا بطاطس غسلينها كويس ومقشرينها ومقطعينها حلقات، ملح وفلفل اسمر، وبدات كده اديها تشويحه الاول على النار لحد ما تحسي ان هي خدت صدمه معاكي. بصلايه وفلفل الوان متقطعين صغير، ابداي شوحي كل الكلام ده كويس زي ما انتم متعودين معايا. لازم ادي صدمه للفراخ، جريلا سخنه وعليها ماده دهنيه، وابدا ادي صدمه بقى للفراخ عشان اقفل المسام بتاعتها كده، وانزل بيها بقى على البطاطس. كوبايه ميه سخنه كده، وابداي غطيهم بورق زبده وفويل حراري، وقفلي عليها كويس جدا، ودخليها الفرن على اعلى درجه حراره في الرف الوسطاني. بتاخد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، بتطلع بالجمال والحلاوه دي. قدميها جنب شويه رز بسمتي تجنن، لازم تجربوها. لو عجبك الوصفه لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جايه كتير مع هبه ابراهيم.